خليني اكلمك على خطط الدفع اللي موجوده في الاستثمار العقاري في دبي. واي خطه دفع راح تكون مناسبه ليك في الاستثمار على حسب انت ميزانيتك كام، على حسب طريقه الدفع اللي انت بتحب تمشي عليها، وحسب السعر تقدر انك انت تستثمر هنا في عقارات دبي. خلينا اقول لك نبدا الاول بالاسعار. سعر الاستوديو مثلا في دبي دلوقتي بيبدا من 500,000 درهم، الغرفه والصاله بتبدا من 800,000 درهم، الغرفتين بتبدا من 1,100,000 درهم. طبعا الاسعار دي كل ما زادت انا بجيب لك اقل شيء، يعني الكواليتي السعر لازم يبقى متماشي، او السعر والكواليتي بيتعاملوا معامله طرديه، يا يزيدوا سوا يا يقلوا سوا. كل ما زادت الكواليتي زاد السعر، كل ما قل السعر قلت الكواليتي. فانت ما تتوقعش افضل كواليتي بارخص سعر، بس تقدر تتوقع كواليتي مميزه او اعلى كواليتي بافضل سعر. ده نقدر نحسبها مع المطور، نعرف شوف المطور بيبيع سعر الادم بكام، ايه الخدمات اللي بيديها لي، ايه الكواليتي اللي بيديها لي، وبالتالي بقدر ان انا احدد اذا كنت انا بشتري بسعر كويس يكسبني ولا بشتري بسعر عالي اعلى من السوق ولا شيء. طيب خطه الدفع، عندك خطط دفع مرنه بتبدا من سنه، يعني في مطورين يسلمها خلال سنه او سنه ونص وتكون دافع 100% خلال السنه او سنه ونص. في مطورين عندهم مشاريع هتتسلم مثلا بعد سنه او تسلم بعد سنه ونص وعندهم سنتين ما بعد الاستلام. في مشاريع دلوقتي تسلم كمان 5 شهور، وبرضو عندها خطه دفع 50% على 3 سنين مثلا بعد الاستلام، تقدر انك تشتري حاجه زي كده. بس طبعا الوحدات بتبقى قليله، ليه؟ لان دي بتبقى حاجات متكنسله، يعني واحد اشترى وجه عند التسليم كنسل او لغى او ايا كان النوع اللي حصل، عشان كده الوحدات دي اتبقت لحد التسليم. دي طبعا بتنفع الناس مين؟ بتنفع الناس اللي عايز تدفع جزء والمشروع يدفع معاها جزء الباقي من الاقساط، بتدفع الناس اللي عايزه تاخد حاجه جديده وتسكن على طول فيها، فتاخد حاجه جديده وتسكن فيها على طول بدل ما ياخد حاجه قديمه وياخدها برده مع اقساط ما بعد الاستلام. في خطط دفع خلال السنتين، خلال سنتين تدفع ال 100%، او عندك خطط دفع مثلا 70 75 مثلا او 70% خلال الانشاء و30% على سنتين او 3 سنين بعد التسليم. في خطط دفع 60% خلال فتره الانشاء، وعندك 40% على 3 سنين او 3 سنين ونص بعد التسليم، على حسب كل مطور وحسب انت عايز تستثمر في ايه، في استوديو ولا غرفه وصاله ولا غرفتين وصاله، تقدر تدفع ايجار شهري كام او تقدر تدفع قسط شهري كام. كمان الدفعه الاولى ما ننساهاش، كل المطورين في الغالب بتاخد دفعه اولى في دبي 20%. انت هنا في دبي في مطور واحد بس هو اللي بياخد دفعه اولى 15%، لكن بقيه المطورين يعني 99% بياخدوا 20% دفعه اولى، والباقي اقساط حسب كل مطور. كل مطور بقى بيديك خطه دفع الايه اللي مناسبه ليه، وكل مطور ليه تسعير مختلف، وكل مطور بيديك خدمات معينه وليك كواليتي معينه. في مفروش، في بيجي مفروش بالكامل، في شقق بتيجي نص فرش اللي هو بس اجهزه المطبخ والفرش يجي بالكامل، عفوا اجهزه المطبخ والمطبخ بيجي يعني بالكامل الارفف والادراج تبعه. في مطور بيديك الفرش كامل، في مطور بيديك حاجه لاكجري، حاجه وسط، حاجه سعرها كويس، حاجه خطه دفع مرنه، على حسب انت عايز ايه. وكلها استثمارات بندور على افضل استثمار. يعني انت لو بتقول لي مثلا 500,000 درهم، فانت النهارده ال 500,000 درهم دي تقدر تستخدمها في حالتين او في كذا حاله. تقدر تروح تشتري حاجه جاهزه وما انصحش بيها، لانك مش هتلاقي حاجه بسعرها ب 500,000 في دبي سعرها حاجه كواليتي كويسه، بس تعمل من وراها عائد استثماري، يعني تقدر تاخد منها ايجار كويس. يا اما تاخد حاجه اقساط مع المطور، انك انت تدفع لحد التسليم 50%، وعند التسليم تعمل تمويل عقاري، وهنبقى نعمل فيديو تاني بيتكلم عن التمويل العقاري للمقيمين وغير المقيمين. يا اما تدفع مع المطور 50% او 60% او 70% لحد التسليم، وبعد التسليم الايجار هيساعدك انك تدفع ايه الاقساط اللي باقيه، فهتلاقي الامور مشيت معاك تمام. فدي كده ال 500,000 ازاي تستخدمها، وكذلك الامر على المليون، وكذلك الامر على ال 600,000 وال 700,000، لان في ناس بيبقى معاها مثلا ميزانيه صغيره وعايز تاخد حاجه بسعر كبير، يعني مثلا معاه 600,000 وعايز ياخد حاجه بسعرها 800,000 او مليون. فالمليون دي انت مش هتدفعها بالكامل لحد التسليم، تروح مع مطور يديك خطه دفع ما بعد التسليم، او تدفع لحد التسليم 50 60%، وبعد التسليم تستلم الوحده وتعمل تمويل عقاري على البنك، والبنك يساعدك انك تدفع بقى اقساط على 10 سنين لحد 25 سنه حسب بعض التفاصيل اللي بتتفق معاها مع البنك. انت مثلا دلوقتي عايز تاخد حاجه للسكن، فممكن يبقى عندك امكانيه تصبر، ولا ما عندكش امكانيه تصبر سنه سنتين ثلاثه على حسب. لانك انت لو عايز حاجه تاخدها بعيد عن البنك وسكن وعايز اقساط، يبقى هتصبر سنتين ثلاثه حسب انت قادر تدفع كام دفعه اولى واقساط الشهريه كام. فكل حاجه من الحاجات دي هي اللي تتحكم في نوع الاستثمار اللي انت داخل فيه، سواء السكن او الاستثمار يعني نوع العقار، او حتى مثلا عايز تدفع كاش، عايز تدفع اقساط، عايز تدفع مع المطور، عايز تدفع مع البنك، انت مؤهل للبنك، عايز تشتري كام حاجه، الموقع اللي انت عايز تشتري فيه، السعر اللي عايز تشتري فيه. عندنا مشاريع في الجزيره بس سعرها بيبدا من 2 مليون، عندنا مشاريع في نخل الجبل علي
تبدا عندنا ما شاء الله بتبدا من 22 مليون طبعا، فيلا المستقله او قصور يعتبر على البحر على طول. عندنا حاجات في معظم دبي يعني الحمد لله رب العالمين، جي في سي ارجان، دبي ايلاند، كريك هارب، دبي كريك هاربر طبعا من اعمار، ذا فالي من اعمار، دماك هيلز 1، دماك هيلز 2، شوبا هارتلاند 1، شوبا هارتلاند 2، طبعا شوبا هارتلاند خلاص، شوبا هارتلاند 2، الوود من شوبا، فيلا المستقله وشقق برضو. عندنا في ام القوين، عندنا في راس الخيمه جنب الكازينو الجديد. عندنا في كل مكان هنا في دبي يعني دبي والشارقه وراس الخيمه وام القوين. بس كل حاجه طبعا على حسب. ام القوين هنتكلم في جزيره في البحر، فيعني الصينيه، وبتبدا من 10 مليون 500 القصر المستقل او الفيلا المستقله، 4 غرف ولا شيء، بتبدا من 10 مليون 500. في شقق هتطلع هناك موجوده برضو كويسه جدا. وفي حاجات برضو شقق في دبي في راس الخيمه. طبعا راس الخيمه دي يعني الكازينو لما يفتح هيأثر تأثير ايجابي كبير جدا جدا على الاسعار هناك. وطبعا هنتكلم في المليونيرز والبليونيرز هيجوا عشان خاطر الكازينو، فهيبقى في نوع من الاستثمار كويس في المنطقه دي. فمش هطول عليكم في الفيديو. انا محمد مصطفى، وده القناه الصفحه بتاعتي اشتركوا فيها. وعندكم عندي على اليوتيوب، عندي على التيك توك برضو صفحه، وادي الارقام بتاعتي لو في اي استفسارات ابعت لي على الرقم ده واتساب، او ابعت لي على الخاص، وان شاء الله بنرد عليك ونتواصل معاك ونساعدك ان انت تحصل على حاجه كويسه كاستثمار عقاري هنا في دبي. شكرا.